السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل حواوشي خطير، أحسن من برّه بكتير. كفاية إن أنتِ ضامنة النضافة بتاعة الحواوشي، وكفاية أنتِ عارفة إن اللحمة اللي أنتِ حاطاها جواها إيه. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحواوشي هنعمله بطريقتين، حواوشي اسكندراني وحواوشي مصري. الطريقة سهلة جدًا بس الطعم روعة. جرّبيه في البيت، إن شاء الله الطريقة هتعجبِك. سجّلي بقى الوصفة دي للعيد، وكل سنة وأنتم طيبين. هندخل على أول حاجة الحواوشي الإسكندراني، عجينته سهلة جدًا. عبارة عن إيه، 3 كوبايات دقيق، على الميزان 400 جرام، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة خميرة، نُص معلقة صغيرة baking powder، ربع معلقة ملح، ومعلقة كبيرة زيت هاضيفها في أثناء العجن. العجينة احتاجت معايا نُص كوباية مَيّة، ممكن تحتاجي كوباية إلّا ربع، طبعًا ده بيرجع لحسب إيه، نوع الدقيق نَفْسه. طبعًا هاعجن العجينة دي كويس جدًا، جدًا، مدة ما تقلّش عن 10 دقايق، هنعجنها كويس أوي. طبعًا بعد ما أعجنها كويس جدًا، هاركنها على جنب عشان تخمر. هاعجنها كويس جدًا، جدًا، طبعًا هاركنها على جنب لحد ما تخمر، وأثناء ما طبعًا العجينة هتخمر، هاعمل خلطة الحواوشي. خلطة الحواوشي عبارة عن إيه، نُص كيلو لحمة بلدي، هاضيف عليه نُص كيلو بصل، فلفل رومي، فلفل حامي. طبعًا هاضربه في الكبة، بس مش هانعّمه أوي، يعني إيه، ضرب كده إيه، متوسط يعني. الكمية دي حلوة أوي، هترمي معانا حواوشي إن شاء الله كتير. اعملي بقى الحواوشي في البيت أنضف من برّه وأطعم كمان وأحلى. اللحمة هنا باجيبها من عند الجزار، بيبقى مثلًا إيه، باقول له عايزة فيها نسبة دسم، بيبقى حاطط فيها دوش ونسبة دهون. غير كده أنا باضيف برضك عليها ليّة، بابشر ليّة بتبقى عندي في الفريزر، باحط ييجي 3 معالق كده كبار، يعني قطعة ليّة عليهم. طبعًا أنا ضِفت القطيّة صغيّرة كده مكعبات على جنب، عشان الله أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعظم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. ما رضيتش أقطع الإقامة. ضِفت هنا معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كزبرة، معلقتين كبار بهارات حواوشي سواء من السوبر ماركت أو من العطار، وطبعًا معلقة كبيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة ملح. هاعجن الكلام ده كله مع بعض، المكونات بس تتجانس مع بعضيها. الطريقة سهلة بس طعمها حلو جدًا. يا ريت ما تستغنوش عن خطوة اللي هي بتدّيها طعم حلو أوي. واللحمة نفسها بتبقى فيها نسبة دهون، باجيبها من الجزار، بتفرق برضك في الطعم. طبعًا هاقطّع العجينة كِوَر وهاسيبها ترتاح 10 دقايق، لازم ترتاح عشان تريّحِك في لمّا تيجي تحشيها. لو ما ارتاحتش هتقطّع معاكِ واللحمة هتطلع برّه الرغيف يعني. بس الطريقة سهلة جدًا وبسيطة، وطبعًا طعمها في الآخر طعمها حلو أوي، أوي، أوي. جرّبي وإن شاء الله هتعجبِك. طبعًا باخد بالشوكة عشان خاطر إيدي ما ينفعش أمسك بيها اللحمة بالذات في العيش اللي هو الإيه، الإسكندراني، عشان إيدي ما تبهدلش بقية العجينة. طبعًا فردت أول كورة وحطيت عليها اللحمة، وهافرد كورة تاني علشان أحطها في الوش، وهاجي من الأطراف هاقفلها كويس جدًا، جدًا من الأطراف، علشان خاطر اللحمة إيه، ما تطلعش إيه منها. وهتشوفوا الطريقة معايا إيه، خطوة بخطوة، طريقة سهلة جدًا. يالّا اللي وصل لحد هنا بقى يدوس لي لايك من إيديه الحلوة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، عشان عيلتنا الحلوة دي تكبر. بس هنحط بقى إيه، الكرة التانية وهنقفل كويس جدًا من الجناب. أنا هاعمل لكم تسويتين، هاسوي لكم جزء في الفرن، وجزء على الطاسة. اللي يحب حاجة بقى يعملها، اللي عايز يسوي في الفرن يسوي، واللي عايز يسوي على الطاسة يسوي.
أنا هاسوي عيش الإسكندراني في فرن البوتاجاز، طبعًا الفرن هيكون سابق تسخينه وعلى أعلى درجة حرارة، مش هياخد أكتر من ربع ساعة، ربع ساعة لإن اللحمة هنا بتبقى كل حاجة يعني إيه، مش واخدة سمك عالي يعني. هادهن طبعًا الصينية ضروري عشان ما تلزقش فيها. ربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم، وجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد كده عليكم يا رب. هاعمل معاكم رغيف كمان، وبعد كده هاعمل معاكم العيش المصري، أي طريقة تعجبكم اعملوها. هي كل الفرق بس إن دي بعجينة اسكندراني، والعيش اللي هو المصري بالعيش اللي هو الإيه، الدقيق الأسمر يعني. ده ليه طعم سبحان الله، وده ليه طعم، هي اللحمة واحدة، بس اللي هو العجينة نفسها بتفرق في الطعم، دي ليها طعم ودي ليها طعم. طبعًا عايزة ترشي على العيش الإسكندراني سمسم أو حبة البركة، ادهنيها بلبن من فوق، ورشي سمسم أو حبة البركة، جبنة موتزاريلا براحتك. يعني إيه، في حواوشي اللي هو وش بيتزا، ممكن تدهني من فوق وتحطي قوطة وزيتون وجبنة موتزاريلا، اللي يعجبك يا ست الكل. طبعًا عشان مريحين العجينة، فما شاء الله سلسة معايا خالص في الفرد. الطريقتين حلوين أوي، أوي، والطريقتين سهلين جدًا. الحاجة طعمها حلو حرفيًا، في البيت أحسن من برّه بجد حرفيًا ب100 مرّة. حرفيًا كفاية نضافة، كفاية إيه فعلًا إن أنتِ هتبقي نفسيتِك مرتاحة، وأنتِ عارفة إن اللحمة اللي أنتِ بتاكليها إيه. وعلى الطاسة برضك تسوية الطاسة سهلة جدًا، هتشوفوها معايا. بافتح العيش اللي هو البلدي، هافرد من جوّه، طريقة سهلة. ربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم وبس كده. هنجيب طاسة، هاحط فيها معلقة زيت، وطبعًا هاخلّيها تسخن شوية، وهاحط الرغيف. طبعًا هنا النار هتكون هادية، عشان طبعًا إحنا هنسوّي على الطاسة. غير كده هتغطّيها، يعني أنت هتحط الرغيف وتغطّيها، بس أنا ما جاتش معايا اللقطة دي. أنتِ هتغطّي الرغيف، هياخد 7 دقايق من الجنب ده، و7 دقايق من الجنب ده، بس مع التقليب. النار بتكون هادية ومغطّياها بغطا. ده أول رغيف طلع من اللي هو البلدي. ده الشكل النهائي. حاجة تفتح النِفس، شوية بقى تُرشي بلدي كده، شوية سلطة، سلطة طحينة طبعًا، وكُلي بقى وبسم الله ما شاء الله، كمية حلوة أوي، أوي من نُص كيلو، ما شاء الله. يالّا قومي اعملي الوصفة، وسجّليها عندِك للعيد، وكل سنة وأنتم طيبين. أنا هنا هافتح لكم رغيف أوريكم شكل العيش من جوّه واللحمة، بجد روعة، جميلة ما شاء الله تفتح النِفس. إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة، مع ألف سلامة، مع السلامة.